32 33 34 35 33 34. يا مرات ايدي خدي من كدي يا مرات زينب، انت يا زينب. يا فرحتي، انا جبغان يا دادا. وعايزين اسقف ولا نستنى لاخر السنه اما يسقط احسن ونبقى نسقف له بالقوي؟ ما تبشريش عليه والنبي يا دادا. طب وهينجح منين طول ما هو داير في الشوارع على حل شعره؟ ايه يا دادا مش بيلعب مع اصحابه؟ واشمعنى ابن الجيران ما بيرفعش عينيها عن الكتاب؟ رخر شاطر ومتقدم، ربنا يحميه لابوه، ربنا يحميه لابوه. انت يا خليل. يا فندم يا بابا. قاعد تتفرج على الكوره وسايب دروسك مش كده؟ كنت بذاكر في الهوا يا بابا. انا قلت 100 مره المذاكره تكون هنا على مكتبك. مش كفايه انك طلعت التاني الشهر اللي فات؟ انا متاسف يا بابا. انا مش عاوز كل شويه اقول لك ذاكر ذاكر ذاكر. اوعدك يا بابا ان في الشهر الجاي هكون الاول. والاول مش كفايه. ايوه انا عايزك تاخد النمر النهائيه في كل ماده، وقتها تبقى ابن اللي عشت طول عمري عشان اخليك فوق فوق فوق. بكره نتقابل ونشلفطكم يا سعالي. بكره نتقابل يا ابو الاكمال. يا علي يا علي. ايوه طلع انت خلاص مروح؟ بس هاكل لهم وانزل لكم حالا عشان نتفق على الماتش الجاي. مع السلامه. طيب يا ابن طبعا طيب. ايه ده؟ بتاخد من غير ما تغسل ايديك؟ مالكيش دعوه. حق عليا، انا فايتاك وماشيه من قدامك. عليكم السلام ورحمه وبركه. على فكره انا عايز جزمه جديده. منين يا علي؟ دي الفلوس اللي معايا مش هتكفينا لحد اخر الشهر. هاتي من بابا. لا يا سيدي انا ما اقدرش اطلب منه حاجه. انت عايز يزعقلي؟ يزعلك السمك يضربك؟ انا عايز جزمه بس. ما تشيل بقى يا حاج. خلاص يا حبيبتي. انا هبادل صاحب المحل. عشان ايه؟ دي حته وسخه من ايد الصنايعي وهي طلعت وبقت زي الفل. البسي يا حبيبتي. حلوه قوي يا حبيبتي. مش بطاله. اقفل لي السوسته. حاضر. اهو ده وقته. مش قادر. الله، رايحه فين؟ انت نسيت ان سعيد جه جوه قاعد لوحده. ما هو عمال يدور في الصورات ويسلي روحه. نتسلى احنا كمان. يلا يا حود، واذا كنت بتحبني البس البدله والكرافته اللي بحبهم وحصل. حياتي الاسمر حبيبي الاسمر. اهدى كله اهدى كله. ايه يا ابن عم؟ اللي عليك يا بنت عم. فستان جديد بجرب، ودي فيها حاجه دي؟ لا دي حاجه حلوه قوي. غصب عني. يبقى لازم نفسح الجديد في جديد ده. نفسح واحنا ورانا ايه؟ اللي قولي لي هي فين الفرده الثانيه؟ يا جدع اتكلم عنه بادب. امال فين بابا؟ وبعدين معاك مش هتبطل تريق؟ امال عايزاني اقول ايه؟ قلت لك 100 مره قول فين جوزك. جوزك؟ جوزك. طب والله لو قالها لك من هنا ورايح وغيظك. تغزني على ايه يا عبيط؟ انا اللي كسبانه. عندي الذوق والحريه، اغلى حاجتين تتمناهم اي واحده. صحتهم. غير الاسطوانه بقى. عليا. ازيك يا فاطمه؟ الله يسلمك. اتفضلي. بابا موجود دلوقتي يجي. مين؟ دي حاجه بضفاير بتسال على واحد اسمه بابا. دي زينب بنته. اهلا ازيك يا سعد؟ اهلا ازيك انت وزي مزاجك وزي صحتك. كفايه سلامات وروح كلم. مين؟ زينب. عن اذنكم. اتفضل. زينب ادخلي. سعيده. سعيده مبارك اهلا وسهلا. تعالي معايا على البرندة. تعال هنا. مالك؟ انا احب القطه المغمضه دي. وال2 جنيه دول عايزاهم ليه؟ علشان تجي لهم مخصوص كده. انت مش واخده مصروف الشهر كله؟ اصل مصاريف الشهر خرمت معايا
وايه؟ بلاش يا بابا بلاش، ما تزعلش نفسك. مش حكايه ازعل ولا حكايه 2 جنيه. الحكايه انك خلاص كبرتي وتقدري تريحيني من مشاكل البيت هناك. كل واحد عنده مشاكله يا زينب. خلاص يا بابا ما تحملش همنا في حاجه، ده انا جيت بس عشان اشوفك واستاذنك عشان ازور صاحبتي سهير. افهم من كده ان علي ماشي كويس؟ كويس قوي، كويس جدا، وبيسلم عليك خالص خالص. حامد تعالى يا حامد. لحظه واحده يا روحي. طب استاذن انا بقى يا بابا. لا، خدي قبل الفلوس اللي انت عايزاها. ايه اللي جابك يا عز؟ عايز اتعلم تشا شوف. مامي مامي يا مامي. ايه في ايه؟ مالك يا سهير؟ ما تشوفي عزة دي عمالة تعكسي وانا بتمرن. يا اخواتي انا البنت دي مش عارفه اعمل فيها ايه ابدا. عزة تعالي هنا. خشي يا حبيبتي خشي. وبعدين وياك يا عزة انا مش نبهت عليكي 100 مره ما تخشيش عندهم. اشمعنى انا ما اتعلمش الرقص يا ماما؟ يعني انت ما عندكيش شغلانه في الدنيا الا طول النهار تبصي على اختك. هبص لها على ايه؟ انا ما ببصش لحد، بس يعني هي بنت ماما وانا كمان بنت ماما. ومين قالك مش بنت ماما؟ ما هو رقص هي وانا لا، فساتين هي وانا لا، فسح هي وانا لا، كل حاجه هي وانا لا. لا لا خلاص مش عايزه حاجه، واخد كمان اذاكر في الجنينه عشان اكلم حد ولا حد يكلمها. انت طول النهار عماله تتنطط لي زي القرد. بتعملي ايه يا عز؟ تعالي تعالي اتمرني معايا. لا 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 يا خبر يا عز عيب، هتفضلي كده هبلولنا. ايوه اوعي بقى اما ادخل لسهير. طب استني قبل ايه تاني؟ انت هتروحي معاها الحفله؟ حفله ايه؟ دي قالت لماما ان الليله عيد ميلاد واحده صاحبتها. مين دي يا زينب؟ انا ما اعرفش حاجه عن الحكايه دي. يا سلام على النمر يا ست سهير. انا نمر ايه يا عز عيب؟ اصل ماما بقى ولو النام دلعاها بدون مناسبه، لكن ما تقدرش تخليها تروح الحفله لوحدها. تقوم تعمل ايه يا حبيبه امها دي؟ تاخدني انا معاها؟ مش معقول. تقوم تدور على الحيطه المايله ليه يا حضرتك؟ وبعدين معاك يا عز انا هزعل بقى. طبعا علشان اللي يشوفها وانت معاها بهذا ده هو يبص لها هي وبس. يا سلام بقى كده. انت لو عندك كرامه تروحي دلوقتي ولا تساليش فيها. هروح. يلا اوان عشان دول خلصوا الدرس. وايه ده؟ على البيت على طول يا زينب. باي باي. باي باي. لا زينب ايه اللي معاك كده؟ تعالي اقعدي. حاضر. وده احنا قعدنا يا ستي. انت عايزاني ليه؟ اصل بقى يا ستي واللسان يسند الطعام اثناء قطعه وطحنه ويعيدوا تعالي قولي احنا حمنا وينقلوا من القاع. مش هتقولي لي بقى بعتيني ليه؟ اصل يا ستي اتعرفت بود زي القمر. اتعرفتي بازاي يخرب عقلك؟ من قيمه اسبوع رحت سينما من 3 ل6 شفته وشافني وانا داخله عيني اتسمرت عليا. عملت نفسي مش واخده بالي. كويس، لكن بيني وبينك عجبني. قطعت التذكره اللي جنبها وقعدنا. مش بطال برضه عملت نفسها مش واخده بالها، لكن بيني وبينك حسيت انها كانت مبسوطه. واتفرجت انا على الفيلم وهو نص الوقت يتفرج على الفيلم والنص التاني يتفرج عليا. مش عرفت رقمته كم مره بجنب عيني، قفش عيني ابن الذين وضحك قال لي ادب. وعملت ايه البنت؟ الله بصيت لقيتها اتلخمت في روحها زي حضرتك كده وفضلت مبحلقه في الشاشه لحد الفيلم ما خلص. يا فرحتي. صبرك يا ابو علي، المهم اللي جاي. قول يا سي مجدي. قامت علشان تروح. قلت لها مع السلامه، قالت لي الله يسلمك. عظيم. وبعدين؟ قلت لها انا متاسف اذا كنت ضايقتك. قالت لي ابدا بالعكس. بالعكس ما وصفت الرقبه. بالعكس بالعكس بالعكس. اللي حصل وبقت معرفه. نهارك زفت. معرفه بريئه يا مغفله. رحنا السينما مرتين من 3 ل6 وهقابله الليله. هو ده بقى يبقى عيد ميلاد صاحبتك؟ امال عايزاني اقول لماما ان انا رايحه اقابل واحد صاحبي؟ لا 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 يا سهير مالكيش حق. يعني مش كفايه انك خرجتي من المدرسه السنه دي؟ ما ماما هي اللي طلعتني علشان تحضرني للجواز. وهي دي طريقه الجواز دي اللي انت بتعمليها؟ مين عارف، يمكن دي تكون بدايه قصه جديده. قصه في الحياه
ولا قصه تنشرها في المجله؟ زي ما تطلع بقى يا ابو علي. المهم اني هقابلها المره دي بالليل، وهنسمع مزيكا ونرقص وادرس بقى واشوف. اصل معزوم على فرح واحد صاحبه عاملينه في الكتب، ولا قاعد شويه وهي فرجه. دي ناقص فرجه يا ستي. يا سلام، حكم مش هيروح بنات زينا في الحفله ويكونوا متشيكين على الاخر. طب ما يتشيكوا، احنا مالنا؟ انت عايزه عينك ذوق كده ولا كده وانا اقعد اشرب بصل؟ لا، انا لازم اروح انا كمان بعد ما اعمل شعري واوضب ضوافري. ايوه، واحط الروج بقى والبس فستاني الجديد واوري له اني اشيك واحلى من اي واحده فيهم. ماما هتسمح لك بالذوق ده كله؟ اللي تسمح بيه متشكرين والباقي يتطب. سهير حبيبتي، عقلي يا اختي ولينيها كده من الاول بدل ما تقولي يا ريت اللي جرى مكان. الاقيها في عينك. ادي انت هتشوفيه الليله دي في الحفله وتعذرينا. هي مين دي اللي هتشوف؟ سيبك يا اخي، ده بعض. هنا حلوين بشكل. انا مش شايف كده. ازاي يا مجدي؟ عشان انت قاعده قدامي. شفت بقى الكلام؟ ايوه، انا كنت حاطط ايدي على قلبي لحسن ما تجيش. الدرجه دي؟ طبعا كنت هبقى قاعد لوحدي زي اليتيم. ودلوقتي انا متاكد ان كل الرجاله اللي هنا بيحسدوني. سمع التعبير الحلو. ايوه، اصل الاستاذ مجدي اديب وبيكتب قصص. اديب ناشئ من فضلك. مش باين. ايوه، واللي بيكتبوا قصص دول لازم الواحد يخاف منهم ومن كلامهم. ايوه. بس على فكره انا بخاف قوي من اللي يخاف مني. خلاص يبقى احنا الاثنين بنخاف من بعض. يمكن لو قمت نرقص انسى ان انا خايف وانت تنسي ان انا مؤلف. اتفضلي. نرقص؟ ايوه، زي كل الناس اللي عايشين. بس انا برقص على قدي. احنا هنرقص لنفسنا مش للناس. يلا. معلش يا زينب، هنسيبك لوحدك دقيقتين. اتفضلوا. هيشتري سجاير ويحصلنا. سجاير وبس؟ انا عارف. نقعد هنا جنب البيستا. بس الترابيزه دي مشغوله. طب يلا نقعد هناك. يلا. على فكره انت مش ملاحظه ان احنا ما بنسهرش ابدا من غير سعيد؟ مش ابن عمي بيسلينا ولا بلاش يعني من قرايبي. بس بتعملي ايه؟ مالك انت؟ سيبينا في حالنا. لسه خايفه مني؟ انا لله دي عايزه ارقص. نرقص. ايه التلقيحه دي؟ بابا جاي هنا، قاعد هناك متحزق. ايه ده؟ عايزه امشي، عايزه امشي. هو شايف قبله؟ ما شافنيش لكن هيشوفني. سهير يا اختي، خرجيني من هنا زي ما جبتيني. وبعدين مجدي هيقول علينا ايه دلوقتي؟ في ايه يا جماعه؟ لا ده بس في حاجه وقعت منها. طب ايه؟ انا ادور معاك. لا خليك انت. سهير ما تسيبنيش. طب وهعمل ايه دلوقتي؟ هنفضل قاعدين كده؟ اسمعي، احسن حاجه امشي ورايا لازم وغطي عليا لحد ما نخرج. كوني وانا الحق عليا اللي جبتك معايا. حرمت. يلا يا زينب. على فين؟ هنروح التواليت. طب انا وصلت. لا خليك انت احسن، بعدين حد ياخد الترابيزه. ما يلا. اتبحلق على ايه؟ عجبك البت المفعصه اللي رافعه ايدها بالشنطه عامله زي اللي بترقص؟ باي. الحمد لله. ازيك يا زينب؟ زين. انا سعيد. سعيد مين؟ ابن عم مرات بابا، مش هتقابلنا النهارده هناك؟ انت كنت مواعده بابا هنا؟ لا ده انا كنت جاي معاه. المدمزيل جايه معاكي؟ هي اللي جابتني والله العظيم. طب مش تعرفينا الاول؟
دي سهير صاحبتي وكانت زميلتي في المدرسة، وهي اللي ترجتني بقى علشان اهلا وسهلا. ابوس ايدك انا ما تقولش لبابا. فيها ايه لما يعرف؟ يا نهار اسود ده كان يموتني. اترجيني يا بنتي يا سهير علشان خاطري يا استاذ سعيد. انا ما اقدرش ارفض لك طلب. ميرسي. يعني ولا كانك شفتني؟ بس على شرط ما تبوظوش سهرتكم. انا حرمت ولا العظيم اصلا حرمت. وفيها ايه؟ انا هعزمكم على حته تانية. يلا بينا. يا نهار اسود ما اقدرش يا استاذ سعيد ما اقدرش. الله. وبعدين يا زينب صاحبتك تقول علينا ايه؟ لا ما هو صاحبها، قصدي اقول خطيبها، اخوها. ما هو اخوها جوه. معلش يا فندم فرصه تانية. ده وعد. ايوه ده وعد. يبقى انا هستنى تليفون منكم. حاضر. اتفضل انت بقى احسن بعدين اخوها يجي. حاضر. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. الله يسلمك. وأنا لو سمحت بليغ بس ايدي مرتين. احنا فين ولا في ايه؟ يلا. والأرض تدور حول نفسها من الغرب إلى الشرق. عايزة تقدري تخرجي بره تمرني رجليك. حاضر يا عم. للدرس. ده كلام برضه؟ ما عملتيش الواجب ليه؟ انا مش منبهه عليك يا زينب ان الواجب لازم يتسلم النهارده. اصل امبارح كنت عيانه يا ابا. يا كدابه، البنت البليده هي اللي تتحجج بحجج بايخه زي دي. مظبوط. لا يا ابله صحيح انا زينب انا اسفه يا ابله. يبقى ميعادنا بكره. ما تخلينيش اغير الفكره اللي واخداها عنك يا زينب. ودلوقتي هناخد تمرين جديد ونشوف مين يقدر يحله. بايخ قوي الدرس ده قوي يا علي. طب اسمع، انا هزوغ دلوقتي ها، وبحصل انت عشان تمر قبل الماتش. وراك على طول. مين يقدر يحل تمرين؟ انت كمان يا علي؟ لا يا استاذ، انا بس بطني بتوجعني وعايز اروح دورة الميه. طب تعال اطلع زميل حل التمرين. الحكايه دي تعملها قبل الحصه. حاضر يا استاذ. برافو يا سمير، صح. شايف كمان عايز يكسر علي. ما تخافش على علوه، ده راجل جدع. لا ده مش جول. اشمعنى؟ بتتريق؟ خليك سبورت على سنتر امال، ده ظرف الجدعان. بتسخف دمك يعني؟ الله، احنا بنلعب ولا بنتخانق كمان؟ انا ما بتخانقش مع واحد زيك، انا احسن منك واللي شدد لك. وليه لسانك بقى؟ وان ما لميتش لساني يعني هتعمل ايه؟ هربيك. لما تبقى انت تلاقي حد يربيك يبقى ربي ولاد الناس المحترمين. بتقول ايه كمان؟ سيب ايدي يا صايع. انا صايع و60 صايع. انا الواد الصايع اللي ما اترباش. واد مين يا سيدي؟ المجرم اخوكي. انا لازم ازيح دمه زي ما ازيح دمي كمان. مش ممكن يا جوز علي يعمل كده، دول حتى اصحابه بيحبوا بعض، مش كده يا كمان؟ وبتحمله يا ليله الحراره. ايه يا ام كمان؟ نعم يا اختي، انا لازم اجردهم على الاسم واعمل لهم محضر. طب وذنبها ايه بس البنية؟ انت تروحي لجوزك تخليه يروح لابوه. لا اديني العنوان. ايه ده يا عواطف؟ من الصبح لحد دلوقتي في بروفة الفستان؟ البروفة طولت فيها ايه؟ نعم، ما تجيب لي سلسلة احسن وتربطني في البيت. تشتري لي بربطات وشراب قصير وفيونكات عشان تعرف تأمر وتنهي فيا. وبعدين يا عواطف انت عصبية قوي النهاردة. تدور تشمشم ورايا في كل حتة وتقول لي عصبية؟ ولا يعني نسينا كنا في ايه وبقينا في ايه؟ اصل مراته الاولانية كانت دايما عيانة وزي قلتها حاجة تقرف. لا ما هو اسمع بقى ما اقول لك يا حام، يعني نمشي كويس مع بعض نشوف لنا حل تاني. طيب هدي نفسك دلوقتي. فريدة بقى انا داخلة بروفة. استاذ حامد مش كده؟ اهلا وسهلا. انا جاي لك بخصوص ابنك ده اللي اسمه علي. شايف؟ بابا الحق يا بابا، ده هيموتوا من الضرب. احسن خليك قدم وحتى من ذاكرتك.
يحوش ابويا. انت النهارده تروحي لبابا وتخليه يعمل نشره في البوليس والجرايد، ده اوصاف اخوكي. ما انا رحت له بالليل بعد ما رجليا دابت ولا رضيش يعمل حاجه، بس يقول ده لا ابني ولا عرفه. قال ايه؟ علشان ايده اتعورت. طب ما هو اللي ضربه وهو اللي عور نفسه، يبقى ده اب ده بقى يا ابله وده ولا يبقى ده اب ده؟ تاكدي يا زينب ان القسوه اللي حصلت من ابوكي فجاه دي كان بينفذ فيها عن نفسه. انت مش بتقولي انه مراته حلوه وصغيره ومدلعه؟ خالص يا ابله هدى خالص. خلاص تبقى مطلعه عن الاثنين. يوم يخلص طروا فينا. يا سلام. معلش يا زينب، ده برضه بابا ولازم نستحمله. لحد امتى بقى يا اب؟ ده انا كنت من صغري شايله البيت على كتافي علشان ماما الله يرحمها كانت دايما عيانه. عرفت نفسي والله العظيم يا عبله علشان اريح ورب اخويا علي، واللي كان ناقص يسموني ماما زينب. ليه يعني؟ هو انا مش بنت زي كل البنات ولا يا حقوقي؟ طبعا يا زينب، بس لازم تصبري شويه كمان والوقت هيحل كل حاجه. يلا بقى امسحي دموعك وافتحي صدرك للدنيا، واذا حصل اي حاجه اعتبريني بدل ماما. يلا انزلي العبي مع البنات قبل الفسحه ما تخلص. لازم تعيشي في سنك يا زينب. Hey, here we go to blue, here we go to rise, and take a little in all the summer night. Hey, here we go to blue. أنا كلمتهم في البنك وقلت لهم إنك تعبان مش هتقدر تروح. ميرسي يا عاطف. أقوم أجيب لك الشرب وأجي حالا. ليه وانا عيان؟ اوعى تتكلم، اوعى تقوم من السرير. يلا يا سعيد بقى احسن يجي يشوفك يعرف انك بتزورني وهو في الشغل. يلا. امري لله. بس ايه العياقه دي كلها على الصبح؟ واعمل له جو احسن يرجع يحن لاولاده بعد ما بهدلهم امبارح. لا واعيه. غصب عنك، غربه. وامتى هتوضبي لي الجو مع القطه المغمضه؟ حاضر يا ابو عين زيغه. اغور بقى. لازم تعيشي في سنك يا زينب. لازم تعيشي في سنك يا زينب. الهواء يا عفيفي. اهدى افندم. مش ده شارع حبيب الملاح؟ ايوه. نمرة 10؟ ايوه يا اختي. الدور الثالث؟ ايوه. يعني ما غلطتش؟ ما غلطتيش. يعني كان بيضحك عليا. وين بيضحك وما بيضحكش يا ست انت؟ قال ان البيت ما فيش غير البيه وابنه. ايوه دي لازم الشقه اللي جنبينا. طب ما تقولي كده من الصبح يا شابه بدل ما تنغصيني. حكا ده يا اختي الوليه اللي مش على بعضها دي لازم خدامه جايه من الاستاذ عزمي. بكره نقعد على الحيطه وننظر ضلعيطه.
انت اسمك ايه؟ خدمتك شو؟ شو بقى شو؟ انا عندي مأمورية هغيب فيها شهر، ولازم يبقى في حد مستدين في البيت. ربنا يبيض وشي في غيبتك يا سيدي. في الحقيقة المخدم شكر لي فيكي خالص. انا بتاعت اكل عيش يا بيه. طب شوفي بقى، عندك الشقة اهي، محندقة على قدي انا وابني سمير. مش اسم النبي حفصه؟ ايوه. ربنا يحميه ويديله العافية. اسمعي. نعم. انا عندي الشغل كله كوم وسمير لوحده كوم. اطمن يا بيه، اكله ولبسه ومكوته وشربه. الاهم من ده كله انه يذاكر، يلتفت لدروسه. فهم. لعب مفيش، نزول الشارع مفيش، حاضر. راديو مفيش، جيران مفيش، حاضر. يذاكر. بس على شرط سيادتك توصيه يسمع كلامي في كل حاجة وتسيب الباقي على خدامتك شو. طيب روح انت بقى هتتقوم. حالا يا سيدي حالا. سمير. افندم يا بابا. باين عليها بنت حلال. ايوه بابا. اللي انا عايزه منك بقى طول ما انا غايب تسمع كلامها في كل حاجه. امرك يا بابا. اروح انا بقى احجز التذاكر. سعيدة يا أبلة. سمير، ايه اللي خلاك تضرب الجرس كده؟ أصل كنت بسمع علي وهو بيضربه بالطريقة دي وكان نفسي أجربها. أنت سألتي أبلة؟ لا ابدا. اتفضل. أنا كنت جاي أسأل عن علي. لسه ما جاش يا سمير. ملحقش. انتوا جالكوا دلوقتي خدامة جديدة؟ ايوه. شغلتوها؟ ايوه. ودي بقى حدات ولا هتروح المغرب زي حالاتي؟ اظن حدات. ده تعملي لنا كوبايه ليموناته؟ أجيب ليمون أحسن. اتفضل يا سمير. أنا قلت لبابا امبارح يجي يحوش عن علي لكن هو اللي مرضيش. كتر خيرك يا سمير. أبلة. مالك يا سمير؟ أنا متضايق قوي يا أبلة. بابا زعلك في حاجه؟ لا أبدا، بس أنا عايز أتكلم مع حد، ألعب مع حد، عايز. قصدك عايز تعيش في سنة؟ مش عارف، يا ريت ماما كانت عايشة. اللي ناقصه حنية الأم يا خدي. خد يا ابني، خد يا حبيبي، روق جنبي. أنا ضايقتك يا أبلة زينب؟ بالعكس يا سمير، أنا عايزة أساعدك بس مش عارفة إزاي. طب تسمحي لي بابا مسافر، أبقى أجي أقعد معاكم شوية بعد ما أرجع من المدرسة؟ طبعا يا سمير، ده بيتك. متشكر قوي، متشكر قوي يا أبلة. سعيدة بقى. مسكين. أيوة، راح علي جالك سمير. هو احنا ما عندناش قلب يا دادا. يا شيخة فوقي لنفسك بقى، ده لا أب ولا أخ ولا جار هينفعك. جوزك اللي من نصيبك هو ظهرك وهو سنادك. قصدك اتجوز؟ هو انت دلوقتي ليكي قاعدة لوحدك؟ مش معقول. ليه بقى؟ ده انا كنت بعيب على مامة سهير انها خرجته من المدرسة علشان تحضرها للجواز. خطتيني يا شيخة، افتكرت ماما بقت بروحين. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ بصي، حبيبة امها. تعالي معايا في الجنينة عشان اعرف اتحتح. عمالة يا اختي تزوق فيها وطز فيا انا. قولي لي قبلك، انتوا رايحين عيد ميلاد تاني ليلة؟ لا، ده انا كنت زهقانة شوية قلت اجي اتسلى معاها. لا، هي مش فاضيالي، تسلي معايا انا. الحق، هي قالت لك على عيد ميلادها؟ لا، ما قالتليش. لا، هتقولك. اصلي ماما بقى عاملة حفلة كبيرة وهتعزم فيها ناس كتير قوي. ناس مين بقى؟ اللي عندهم شبان حلوين كده على وش جواز. غرضها من كده يعني انها تتخطب. وما تتخطبش ازاي؟ الشبان موجودين وهي متزوقه متوضبه على الاخر، والاصفار اللي على الشمال من امثالك مترصصين حواليها بخبتهم التقيله. ما تخافيش، انا من ضمنهم، فهمتي؟ هي فاكره ان العسام بالشكل ده هيترموا عليها وتنقي هي بقى اللي يعجبها وتتنزع بقى. لكن انا لازم اشلفطها، وانت كمان لازم تشلفطيها. انا يا عزه تلاقيها قوي يا زينب، ولا تحبش الا نفسها. تاكدي انها تعزمك في اخر لحظه وتفهمك انها حفله بسيطه علشان تيجي زي ما بتروحي المدرسه. ناديني فهمتك من بدري عشان تعملي حسابك.
ايه ده؟ انت هتضربيني اللي انا بنصحك؟ لا، انا عايزه اقلب الطوب ده. ها؟ الجيران بينهم بيدقوا كفته. شو انت ولعت الراديو؟ لاجل عيوني بابا قال لك كده؟ ما انا اتفاهمت معاه، 5 مذاكره و5 فرفشه، فين الحكايه تمشي؟ اقعد انت بقى استنى عبال ما اجيب الكوتشينه. وين كوتشينه؟ هلعبك الشاي. دور واحد مفيش غيره، بس اوعى تتغلب، لحسن اللي هيغلب هيرن التاني 10 عصيان على كفوف رجليه. هنسهر فين الليله دي قبل ما اركب؟ نفوت على بيت الاولاد نطمن على علي، ايه رايك يا سعيد؟ لا واجب واجب طبعا، مفيش لزوم. دي دقيقه واحده يا حام، على شارع حبيب الملاح يا اسطى. يلا اطلع بقى يا حام، بس تمسك اعصابك، ولا اقول لك اطلع معايا يا سعيد. لا انا ما احبش ابدا اتدخل في الحاجات اللي زي دي. ما تطلع مال يا اخي، انت عمرك ما تعمل طيب في حياتك. ايوه بس ما تقول له مال يا حامد. والله علي لسه ما رجعش يا بابا. ايه ده اللي انت عاملاها؟ ده يعني الفلوس الزياده اللي كنت بتطلبيها علشان تجيبي الهباب اللي في خلقتك؟ انا ما صرفتش وانا تعرف الحاجات دي يا بابا. هتشوف هناك على التسريحه. يا شيخ حرام عليك تظلمها، دي مزوقه نفسها بطوب احمر والوان مي. يعني عقلك بقى دلوقتي في الحاجات دي، مش في مدرستك، مش كده؟ ها؟ ليه؟ صلي على النبي امال. تعال معايا لحسن عاوزك تزعل. عاجبك الحاجات دي؟ معلش تعال معايا تعال. هي فعلا غلطه كبيره قوي، لما انا دلوقتي هخش اديها كلام يسم بدنها، انا هخليها لك تمشي على عجين ما تلخبطوش. اتفضل سيادتك استريح وانا راجع لك حالا. اتفضل. حقك عليا انا يا زينب. هو هيقعد كل شويه بقى ينكد عليا، ولا هيقعد بقى كل شويه ينكد عليا؟ هو فعلا ملوش حق، وانا عارف انك بتحب الضحك والفرفشه، انت لسه في عز شبابك. على فكره انا ما قلتلوش اني شفتك في الكازينو. كتر خيرك يا سعيد. المهم دلوقتي ناخده على قد عقله ونعرف نتصرف معاه، بس علشان ما اقعدش قلت لك انا كل ساعه والتانيه. وهنتصرف معاه ازاي بقى دلوقتي؟ سيبي لي انا الحكايه دي، تعالي معايا. بس المهم لو زعقتي لي قدامه ما تزعليش. ها يلا بقى بلاش كلام فارغ. يلا 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 بوسي على ايد بابا وقولي له دي اول واخر مره هتعملي حاجه زي دي. معلش يا حامد بيه، هي ما كانتش تعرف ان العمايل دي تميل راس البنات. الله، مالك مستناها كده ليه؟ يلا بوسي ايد بابا. الله، ده الظاهر عواطف مستعجله. ها؟ سمعش على الاقل قول كلمه حلوه لبنتك. معلش يا زين، انا هصلح لك كل حاجه. احنا ما غلبناهم بتغلبني يا سي سمير، مع اني لسه بتعلمها دلوقتي. وجعتك؟ لا، كفايه لعب الليل، خش ذاكر بقى. ما هو من ناحيه الحلاوه هي تلاقيك يا ابني غرقان في حبها. والله مش عارف يا ابو علي. طب ودي بقى مش نفسها حلوه كده ولا؟ برضه مش عارف. امال اديت لك دي ليه؟ بسيط، طلبت منها صوره، جابت الصوره، قلت لها تكتب لي كلمه اهداء، مسكت القلم وقعدت تفكر وبعدين كتبت اسمها وبس. ودي بقى معناها ايه في علم الادب بتاعك؟ معناها بقى يا ابو علي انها لسه مش عارفه تقول عليا ايه. عزيزي، صديقي، حبيبي، معرفتي. ما هي لو لقيتك اتحركت كانت نطقت.
لكن انت طول عمرك كده محلك سر. لا، ما هو انا ناوي لما اقابلها دلوقتي في الجنينه، ناوي بقى اهو كده يا اخي. اخ وادرس بقى واستفيد. يا جدع بطل الدراسات اللي بتجريها على الستات دي. مش ممكن يا ابو علي، المرأة دي علم واسع، لازم ادرسه كويس عشان ابقى اديب ناجح. مجدي انت النهارده متغير. ما هو لازم بقى. ليه؟ عايزه تعرفي؟ لا مش هقول لك الا اما ايه؟ اما افهمك. ايه ده يا مجدي وانا فزوره؟ لا يعني بس احكي لي شويه عن نفسك. واحكي لك ليه؟ ما انا اهو. صحيح، ما انت اهو. اوعى تنسى الليله، اديني عزمتك على عيد ميلادي. هو الليله عيد ميلادك؟ امال ليه قلت لك تفضي نفسك؟ وده هيبقى في البيت؟ طبعا. وماما؟ ما تخافش، ما انت هتكون مع زينب. ها؟ صاحبتك اللخمه دي اللي جت في الكازينو؟ اهو تعمل ابن عمها وخلاص. امري لله. بس اوعى تتاخر ولا تقول لا، لحسن دول كلهم هيجوا واللي يسبق. يا خبر. قولي ما تحشيش نفسك. لا انا هروح اقول لزينب انها بقت بنت عمك. باي باي. ولا درسنا ولا استفدنا. جميل واسمر اتمخر شغل قلبي بكم نظرة تقول سكر اديني السكر انت شفتني؟ بترقصي حلو قوي. بس اوعى يا حبيبي تقول لي بابا احسن يزعل. لا مش هقول له. طب قوم ذاكر دلوقتي بقى عشان بالليل هنلعب لعبه جديده. جميل واسمر وصفاني اقرب له ويروح يعني سمير ما جاش يقعد معاكي زي ما قال؟ لازم بيذاكر. لازم. ازيك يا زينب؟ اهلا وسهلا. دي لازم ده مبروك. ايوه ده الاستاذ سعيد ابن عم مرات بابا. اهلا وسهلا، خطوه عزيزه يا سي سعيد. الله يحفظك. يا ترى البن اللي عندكم طعمه ايه؟ اعمل لك فنجان قهوه؟ لا متشكر قوي، انا عايز ادوقها من ايد دادا. حاضر من عينيا. اتفضل. انت مستغربه الزياره دي؟ ابدا احنا اهل. وعلشان كده انا جبت لك الهديه الصغيره دي. لازم من بابا. لما تشوفيها هبقول لك. دي منك انت. افتكر ما يصحش تستعملي علبه الالوان والطوب الاحمر واحنا موجودين. ثم انت خلاص كبرت على الجزر الوطني. اتفضلي يا زين. انا مش هقول لبابا على دي كمان. ميرسي يا استاذ سعيد. انا من غير ما اقول اهلا شيلوا شيلوا. اهلا ده ايه الحظ ده كله؟ اهلا وسهلا. على فكره انا زعلان منك لانك ما كلمتنيش في التليفون. ما هو اصل الكارت وقع مني. كده طيب ياك الكارت ده يبقى حظه احسن من التاني. وعلى فكره انا الليله عازمكم في اي حته علشان نصطلح. بس احنا الليله مش فاضيين. انت بتتحججي؟ لا صحيح، اصل الليله عيد ميلادي. كده كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. اموت انا في اعياد الميلاد دي. يا حلوه يا بختكم، هتهيصوا الليله وتنبسطوا. دي حافظ غنطتك كده، هنحضرها زي ما احنا. ما حلاوتها كده البساطه. ما لو زينب واصحابي مفيش تكليف. اتفضل. القهوه يا زين. متشكر يا دادا قوي. الله انت عاملاها بسكر؟ امال يا ابني القهوه بتتشرب بايه؟ ساده يا دادا علشان استطعم البن. بسرعه والنبي يا دادا لحسن انا مستعجل. حاضر.
اتفضلي اقعدي يا سهير. لا هروح اقول لزينب كده. تعالي انا اللي هقول لك الاول. زينب ما تقدرش تروح الحفله دي. ليه؟ علشان زينب ما تقدرش تخرج لوحديها بالليل. لا ما هتكون مع ابن عمها مجدي. مجدي؟ قولي لي يا زينب، انت عندك ابن عم اسمه مجدي؟ انا ماليش ولاد عم. هي ايه الحكايه؟ عن اذنك. اسكتي، مش لساني فلت وهي قلت له ان مجدي ابن عمك وهيجي معاكي الحفله؟ يخرب عليك 60 مره دلوقتي يقول لي بقى وتطبق على دماغك سبب. المهم مجدي هيجي الحفله ازاي؟ انت ما تفكريش انك تمثل. ما انا هفكر فيكي. اسمع بقى يا استاذ سعيد، ما بلاش حكايه الاستاذه دي علشان نعرف نتفاهم. اديك عرفت كل حاجه يا سعيد، واصل ده عيد ميلادي، ماليش خاطر عندك. خاطر كبير قوي يا سهير. يعني خلاص يعمل مجدي ابن عمها وانا اعمل ابن خالها. يا بنتي الايه؟ ده السفر اتنقل على اليمين بشكل. اسكتي يا عزة، احسن انا مكسوفه من نفسي خالص من ساعه ما قصيت الكمام وقورت بالشكل ده. بطلي هبل بقى وتعالي قولي لي مين دول اللي دخلوا معاكي واصلهم وفصلهم وحكايتهم بسرعه. يا سلام، انا ما كنتش اتصور ان بنت خالتي تعرف ناس طيبين بالشكل ده. وانا دلوقتي اتاكدت ان بنت عمي كان عندها حق. ليل ونهار تمدح في مدموزيل سهير، دي بتحبك قوي. ما احنا كنا في فصل واحد. لكن السنه دي بقى خلاص. يعني سبت المدرسه؟ طبعا. التلمذة يا استاذ مجدي دلوقتي ما بقتش تناسبها ابدا، بقت عروسه ولا ايه يا استاذ سعيد؟ ودي عايزه كلام، ربنا يخليها لك. ربنا يخليها لعريسها، ليه يحرم الناس من الجمال ده طول العمر؟ مش معقول طبعا. لا مش معقول ابدا. يلا يا حبيبتي دوري البيك اب علشان تقوموا ترقصوا. حاضر. يلا بقى كفايه معلومات. اما انت الليله عجباني بشكل علشان وقعتيني في الكلام يا مكاره. اكبري بقى وخلينا نشوف شغلنا. شغل ايه اللي هنشوفه؟ مش هنفوتها زي ما اتفقنا. يلا. يا سلام، اموت انا في الاسطوانه دي. عن اذنك يا استاذ مجدي. ازيك يا بنت عمي؟ الله يسلمك. حاجه غريبه قوي. ايه؟ بقى انت زينب اللي شفتها مع سهير في الكازينو؟ ايوه. مش معقول. ليه؟ اتغيرتي خالص. انت ناويه تسيبي المدرسه انت الاخرى؟ وحاسبها ليه؟ مجرد سؤال، اصل انا احب ادرس. طبعا لا. وليه طبعا دي؟ علشان لازم اتعلم. مش معنى سهير؟ في الحقيقه انا مش موافقه على اللي بتعمله سهير. على فكره انا هرقص معاك المره دي وبس. ليه يا حلو، وانا زعلتك في حاجه؟ بالعكس، انت ما تعرفش قد ايه انا فرحانه وانا برقص معاك، لكن مش عايزه ازعل الباقيين. انستونا. على فكره انا هرقص معاك المره دي وبس. تربان عليا برقص وحش قوي. بالعكس، انت ما تعرفش قد ايه انا فرحانه قوي وانا برقص معاك، لكن ما احبش ازعل الباقيين. انستونا. يا استاذ سعيد يا فندم، سعيد. وانا عزه. اهلا وسهلا، تشرفنا. انت بتعرف ترقص؟ انا بعرف ارقص كويس جدا. يبقى لازم بقى من سهير. مالها سهير؟ اصلها ما بتعرفش ترقص وكان رقصكم بايخ ويضحك. لكن انت باين عليكي بتعرفي ترقصي كويس قوي. اوه، بس فين بقى اللي يعرف يرقص معايا؟ عزة. زينب. نعم. تسمحي لي ارقص معاكي؟ لا ارقص مع سهير. ما هي سهير بترقص مع واحد تاني. استناها. انت مستنيه مين يرقص معاكي؟ انا ابدا ولا حد. مكسوفه؟ لا ابدا. خايفه؟ ابدا بس مش عايزه؟ لا ابدا، اصل نعم. مين دي اللي بيرقص معاها سهير؟
يعني عاجبك شغل العرجوزات اللي بتعمله الزفته دي؟ ولا يهمك يا حبيبتي، تعالي انت الجزمه التانيه بتاعتك اوهام نبويه، هاتي الجزمه يا بنت التانيه اوهام، تعالي. انت صاحب ترقصي زي الجن. عشان تصدقني. تبقي تستاهلي مكافاه. كل حاجه ماشيه حال قوي. ايه ده يا سعيد؟ هي ايه الحكايه؟ سيبك منها سيبك. تعالي تعالي. مش عايزه اكلمك. يعني ناوية تخش الجامعة؟ ايوه. كلية ايه؟ زينب. يلا بينا نروح. ايه الهباب اللي انت بتعمليه في خدك ده؟ اصلي مش عارفه ليه الحته دي بتلسعني. وريني كده. هو سمير ما جاش الحصه دي ليه؟ ده غايب النهارده. زينب. زينب. ايه ده اللي في خدك ده يا عز؟ ده طار. يلا يا زينب اركبي. انا عايز اكلمك في حاجة مهمة عن سهير. يلا. مين ده اللي بتكلمه زينب؟ ده يبقى ابن عمها. شاطرة يا زينب. انا نفسي في ابن عمي بالشكل ده. بتفكري في ايه؟ مجدي استنى هنا. ليه؟ لازم انزل. قد كده مالكيش ثقة فيا؟ مش قصدي، بس دي حاجة غلط خالص اني اعملها. طب ما احنا امبارح كنا مع بعض ورقصتي معايا. ده كان عيد ميلاد سهير وبرضه كان غلط. على العموم انت بالذات انا مش عايز اضايقك او تسبب لك في اي احراج. ما تزعلش مني يا مجدي. انا زعلان بس لاني هتحرم من مقابلة انسانة بعزها وعايز اتكلم معاها. طيب تحب اقول ايه لسهير؟ مش معقول اتكلم في حاجة مهمة بسرعة كده واحنا واقفين في الشارع. طب يعني مع السلامة يا زينب. اشوفك بكرة لو حبيتي. ان شاء الله. وهيرجع امتى الاستاذ مجدي؟ طب من فضلك والله تقول له انه سهير اتكلمت وخليه يتصل بيا ضروري. بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني. انت بتقول ايه؟ بغني. خطابي كتير وقالوا لي تستاهلي الدهب واللولي. يعني انت دلوقتي عايشة لوحدك؟ من يوم اخويا علي ساب البيت. لكن مش برضه بابا بيزورك؟ يعني وسعيد ابن خالك؟ سعيد ابن عمي مرات بابا. كده؟ لكن تتصور ان قلبه عليا اكتر من بابا. لكن انا ايه اللي خليني احكي لك ده كله؟ مش لازم اعرف انت ايه عشان اكلمك عن نفسي؟ اديك عرفت. نتكلم بقى عنك انت وسهير. سهير؟ معلش خليها لبكره يا زينب. عمال يفوت يوم ورا التاني ومفيش حد اتقدم لي يا ماما. يا بنتي يا حبيبتي ما تستعجليش. وهستنى ايه تاني بس يا ماما؟ الحفله واتعملت واديت كل اللي عندي وكلهم شافوني. ليه كده يا مجدي؟ دي البنت باين عليها بتحبك. ما بتحبش حد الا نفسها. يعني خلاص شبعت دراسة فيها؟ في الحقيقة الحكاية ما كانتش محتاجة لدراسة. أول نظرة زي آخر نظرة. طيب وانت بقى هتجيب لنا صورة زينب؟ ما افتكرش. ليه؟ هي مش موضوع دراستك اليومين دول؟ كانت كده. لكن دلوقتي اوعى تقول حب. ايوه ألف مبروك. ايوه كده فرحتني يا أخي. بتضحك كده ليه؟ على الأوضاع الغريبة اللي احنا عايشين فيها. سهير دلوقتي بتجري ورايا وأنا بحب زينب، وزينب بكل أسف عقلها بسعيد، وسعيد
ازيك يا داد؟ اهلا وسهلا. هي زينب موجوده؟ موجوده. طب خدي حط دول في المطبخ. زينب انت فين؟ عواطف، بكره عيد جوازنا يا حامد. انت لسه فاكراه؟ طبعا. انا هعمل حفله كبيره. على ايه؟ كفايه احنا وبنتك. ايه رايك نروح نعزمها الليله؟ انا عارفه ايه حشره الضيوف في المطبخ دي كمان. يا سلام، اموت انا في الجو ده. انا حاسس زي ما اكون في بيتي بالظبط، وزي ما تكون انت زي ما تكون انا. مالك؟ بسيطه. لا ولا بسيطه ولا حاجه، وريهاني وانا خفيتها لك حالا. روحي على اوضتك وحطي عليها شويه كريمه احسن. اشوى انا بقى. حالا اهو. يلا يا بابا خلصي انت بقى اللي في ايدك على بال ما اخد بابا الاوضه علشان اوريله الجوابات اللي جات لي علي المدرسه. اتفضل يا بابا اتفضل. اتفضل شوف الجوابات. هو علي لسه ما جاش؟ لسه يا بابا لسه. ايه يا راجل حضرتك على بال ما اجيب لك بقيه الجوابات. بقى ده مقلب تعمليه فيا يا عواطف؟ هو انت كنت قاعد معاها لحد دلوقتي؟ امال يعني عايزاني اقعد معاها 5 دقايق؟ المهم مش جايب سليمه؟ ايوه بس الجو اتلخبط. ولا تزعل، اصلحه لك بكره عندي. يعني الولد لا رجع ولا راح المدرسه. ولا في اي خبر عنه يا بابا. وبعدين في الولد ده انا لو بعد اذنك احضر صورته في البرنامج. بعدين قصدي يعني بكره نتكلم عندي في البيت في الموضوع ده. ما هي الست بعتاني علشان اعزمك على عيد جوازنا. كل سنه وانت طيب يا بابا. ما تنسيش بكره يا زينب. ازيك يا بيه؟ ازيك يا مبروكه؟ ما تتفضل تقف. لا معلش. السلام عليكم. وعليكم السلام. زينب اتفضلي. ماجدي انت قلت لي اجيب لك صورة اخويا علي تنشرها في الجورنال. ايوه انا جبتها لك دلوقتي علشان اكسب يوم. حاضر، انا هخليهم ينشروها بكره على طول. اكتب له انا عايزاه يرجع البيت باي شكل. هو حصل حاجه يا زينب؟ قول له انا محتاجه له. طيب تعالي احكي لي، اتفضلي. انا خايفه. خايفه من ايه يا زينب؟ اتكلمي. مجدي انت زي اخويا، مش هخبي عنك حاجه. بابا خلاص ما بقاليش وجود في حياته، بقيت لوحدي يا مجدي. وانا بشر، ليا قلبي وليا شعوري، واذا كنت قادره اتحكم فيهم النهارده بكره مش هقدر. افهم من كده يا زينب ان في انسان في حياتك. ايوه. سعيد؟ ايوه. بتحبيه؟ بحبه وخايفه منه. الو. لا انا زعلانه منك خالص يا مجدي. ده ما فيش حد قالك على التليفونات اللي عملتها لك؟
وكان ايه اللي شغلك من ليلة الحفلة لحد دلوقتي؟ اللي شاغلني الدوامة اللي كلنا عايشين فيها. واللي عايش في دوامة مش يحاول يطلع منها؟ يعني هقولك لما نتقابل بكرة. لا، بكرة مش فاضي. طيب كلميني بعد بكرة ونبقى نشوف. طيب، رفار يا مجدي. ليه بتعملها كده؟ علشان ايه؟ مش عايز تقولي زي ما قلت لك على اسراري؟ يهمك انك تعرفي؟ طبعا، دي زي اختي وانت كمان زي كفاية، ما تكمليش. زينب، انتي اختي طول ما بتعتبريني اخوكي. انا اسفة يا مجدي. مع السلامة يا زينب. نمرة التليفون مين دي يا علي اللي كاتبينها لك عشان تتصل بيها؟ معرفش. طب تتصل وتشوف ايه الحكايه؟ لا يا اسطى، انا مش عايز ارجع. يعني ما حنتش للراحه اللي كنت فيه بدل التعب ونومك على الارض في الورشه؟ لا يا اسطى، كده انا مرتاح. واحد اللي شربتيه من كوبايه البيره؟ اصل ما بشربش يا ابله. ايوه طفطف، هي ما بتشربش. ما انا بشرب. ايوه اصلها صغيره. ولا قصدك تقول انها بنت ناس وانا بنتها؟ لا ما تقوليش كده. تبقى تجاملني في عيد جوازي. اقول لك نسيها يا منى. اشربها انت وهي اللي هناك بتاعتك دي وانا داخله اتخنق. عواطف اعلن عليا قول لي عواطف، هزاني انت وهي قول لي عواطف. ماشي اللي هزاك حبيبتي. ما هو ليلة بستناها عايزين تضلموها، شمعتي من ادم وعايزين تطفوها، ولا يعني عشان غلطت وعزمتها وقالت تعالي وقمت ارقص قدامها، لكن انا الحق عليا. لا يا ابله، حقك عليا انا. اتفضلي. بعد ايه؟ وحياة بابا ترقصي ولا تغيريش دم. وحياة بابا انت كمان؟ اشربي. حاضر. سقف بقى. يلا سقف. ايه ده كله؟ قولي احلى كلمه في الدنيا. قولي يا زينب. قولي. حاضر. سعيد روح بقى. هم عايزيني امشي، لكن انا ما اقدرش ابعد عنك ابدا يا زينب. انا هنزل
وحابة احصل لك على البيت؟ لا يا سعيد. بتقوليها من قلبك؟ عشان بابا ودادا. ولا لا يا سعيد، لا. طيب نتقابل عندي في بيت ماما عشان نرتب حياتنا. العنوان في الكارت، انا هستناكي. هتقللي انت كتير يا حامد على بال ما اوصل سعيد. ظريفة قوي انت. انا لقيت مفيش فايدة، قلت اسوي لك الطبخة اللي نفسك فيها، بس هيك ما تحلاش على طول. لا بس انت كمان ما تاخريهاش لحسن تفوق. حاضر. ايه ده؟ اخر كاس لازم يبقى له جو. هو ده اخويا يا حبيبي. لازم كمان يبقى على بق واحد. هو ده. يلا حلو، في صحة الدنيا اللي بتضحك لنا. بحبك. يلا بقى عشان نطفي الشمع، يلا. ايوه يلا بينا. كل سنة وانت طيب. انت طيب. الله تروح بقى. تصبحي على خير يا مع الخير. سلام يا سلام. الله الله. سهير؟ ايوه انا سهير. مين حضرتك؟ اهلا، ازيك يا سعيد؟ وعايز تشوفني ليه؟ هو احنا متخاصمين؟ مين؟ مين؟ انت كنت نايمه على ودانك؟ كنت جوه وراسي وجعاني والنهارده الجمعه ده ما بتجيش. طب تعالي اقعدي. اقلعي الجزمه اوام. نعم ليه؟ هستلفها منك. ايه المناسبه؟ اصل بقى يا ستي انت واحد وانا واحد وحبيبه امهات قشر بصل. انا واحد وانت واحد حبيبه امهات قشر بصل. فالزوره دي يعني بالعربي كده انت مع مجدي وانا مع سعيد. سعيد مين؟ قريبك. حفله دلوقتي في كازينو النهر الخالي. الله 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 الله، بقى كلنا يجري من ورايا وانا مش عارفه. زينب، خديت كده ليه لما شفتني؟ اتخبيت ايه؟
ده انا مبسوط للصدفه الحلوه دي. كده. بس انا زعلان منك. ما جيتيش امبارح ليه؟ قول لي انت قبل، عينك رايحه شمال ويمين، بتدور على ايه؟ لا ولا حاجه، بدور على ترابيزه تانية نقعد عليها. ولا اقول لك ما تيجي نروح محل تاني؟ مفيش لزوم يا سي سعيد، ميس سهير ما هياش جايه. سهير مين؟ صاحبتي اللي حضرتك مديها معاك. يعني عرفتي؟ ايوه عرفت انت ايه، بس انا جيت عشان اقول لك لا تعرفني ولا اعرفك بعد كده. زينب. عاوز مني ايه؟ وطي صوتك، الناس حوالينا. عاوز مني ايه؟ تعالي اقعدي. لا مش هقعد. اقعدي بس وانا هفهمك كل حاجه. اقعدي يا روحي اقعدي. اديني قعدت اهو، بس ما تقوليش كمان يا روحي دي. اتفضل قول. هما 3 كلمات. حبيتك يا زينب، بس لقيتك منسجمه مع مجدي فافتكرتك بتحبيه هو مش انا. ابدا والله العظيم. ما انا عرفت غلطتي بعدين، بس كنت كلمت سهير ولو اني عارف انها مش هي اللي تنفعني. وامبارح بس عرفت انها انتي، وجيت النهارده عشان اعتذر لها. وحشتيني يا زينب. وطي صوتك، الناس حوالينا. الله 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 الله، انت برضه جيتي يا عزه؟ حاجة حلوة قوي يا ست زينب. انا مش قلت لك تروحي على البيت على طول؟ صحيح، يا ما تحت الساهي دوايب. بطلي طولة اللسان دي، انا مش هسكت لحد من هنا ورايا. ده انا هرد عليه في التليفون واعمل نفسي سهير واجي اقول لك تقومي تزحلقيني عشان تيجي انت تقابليه. هو انا محتاجه لك علشان اقابله؟ ده نسيبنا، انتوا تعرفوه منين؟ طيب دلوقتي تشوفي ان انا اعرفه واعرفه خالص كمان. ابقى قابليني. مش كده يا جماعه، ما تخليكوا هادين امال. اقعدي يا زينب، اقعدي يا عزه، وانا هجيب لكم ليمون يهديكوا. جايه ليه؟ مش شغل. اظن فاكراه واخد باله مني. غصب عنك، واسالي كمان. من غير ما اساله، ما هو طلب سهير في التليفون يا ست زينب. طلب علشان يخلص منه يا ست عز. خلاص التليفون يا استاذ؟ لا لسه مشغول. ايه ده يا مجدي؟ كل ده مشغول، مش فاضي، مش موجود. ما تتكلم بصراحة احسن. في الحقيقة بقى يا سهير، أنا شايف إن مفيش داعي تحرجيني معاكي أو تحرجي نفسك معايا بعد كده. مع السلامة. الو، مين؟ سعيد، ازيك يا سعيد؟ انا طيب، حاضر يا سعيد، حاضر حاضر. زينب تعالي. احنا لازم نخلص من الموقف البايخ ده. انا هفوت عليكي بكره. انا قلت لك يا سعيد. بلاش يا ستي، مش هطلع لك الشقه. هستناكي قدام باب البيت الساعه 5. اخدك اعرفك بماما في السر كده من غير ما حد يعرف، وهي طبعا هتوافق على طول. اما اخلص من البلوه اللي هناك دي بكره الساعه 5. عزه، انا اديتها كلمتين جامدين قوي في عضمها. من النهارده عرفت انك بتعزيني زي ما بعزك، وهكلمك بكره في التليفون. بس اوعي بعد كده تجيبي سيره لسهير ولا لزينب. يا سلام، من اول يوم شفتك وانا متاكد انها انت يا سهير. وانا كمان يا سعيد. يبقى خلاص نروح دلوقتي حالا عند ماما علشان اقدمك لها، ولا ايه رايك؟ نروح يا سعيد. بابس بابس. سعيد يا ماما. سهير جت معايا. حاضر، بس كده. انت البسي على مالك وانا هسقيها الشربات عبال ما تطلعين. شرباتنا. اللي يحب التاني اكتر يخلص كوبايته الاول. يلا بقى. طعمه غريب مش كده؟ شوية. اصل ماما بتحط فيه روح النعناع. الله، لكن ده هيجيب لنا مغص، لازم ناخد حاجه ضد. لا يا سعيد، كفاية كده. مش معقول اسيبك كده، مش معقول ابدا. على اذنك لحظه واحده.
انا جاي حالا. مش معقول يا روحي. اللي قولي لي يا سهير، تفتكري ايه احلى حاجه بتعجبني فيكي؟ عينيا. لا. شعري. لا. ضحكتي. لا. امال ايه؟ لا جوانتي. ايه؟ بتحب صوابعي؟ برضه لا. طب قول انت بقى. اشربي الدواء الاول وبعدين اقول لك. ضروري. الله، احنا هنعمل زي العيال الصغيرين اللي بيخافوا من دواء المر. يلا اشربي عشان اقول لك. ايه ده؟ بالهنا والشفا. قول بقى. اللي بحبه فيكي انك بتحبي تعيشي. انا كمان زيك. يبقى اتفقنا. يبقى نخش الماما. سيب. بحبك. لا خلينا ندخل الماما. لا خلينا ندخل. مش عايز اكلم حد اصلا. بس يبدو دول عملوا نشره جديده النهارده في الجورنال وانا كلمتهم. وبابا اللي رد عليك؟ لا، اللي رد عليا واحد اسمه مالك. تقعدي انت بقى وتستني التليفون عليه. زمانه هيتكلم دلوقتي. وانا بعد اذنك هوصل لغايه الجورنال. متشكرة قوي ماجد. زينب. ايوه. انا جيت لك امبارح والنهارده اكتر من مره ما لقيتكيش في البيت. يا ترى كنت فين؟ ولا مش من حقي الناس اسال؟ انا كنت عند بابا. وشفتي سعيد؟ ايوه. الو علي، وحشتني يا علي. انت فين؟ وعايش ازاي دلوقتي؟ انا كويس قوي. وانتي محتاجالي انا؟ امال فين بابا؟ ما خلاص يا علي، احنا بقينا زي الايتام. ما بقاليش حد في الدنيا غيرك انت. وانا خايفه خالص يا علي وانا عايشه لوحدي. هقولك يا علي، يا علي انا دلوقتي هربانه من نفسي وبطلب منك انك ترجع وتحميني. لكن انا عارفه انه هتغير اول ما ارجع البيت وهبقى فرحانه لان مفيش حد بيمنعني ولا يراقبني ولا اعمل حساب لوجوده. واشمعنى انا اللي عايش في الشوارع ما بقتش نصاب ولا حرامي وباكل لقمتي بالشرف وعرق الجبين؟ لا، انا مش ممكن انسى اللي عمله بابا فيا. انا دلوقتي حر نفسي. يا علي فكر في اختك. انا رحت مره لباب شقه سعيد ورجعت في اخر لحظه. يعني انت لازم ترجع البيت قبل بكره الساعه 5. يعني ما لقيتش حد جنبي مش هتلاقوا زينب بتاعت زمان. مش هتلاقوا زينب بتاعت زمان. يا شيخة فوقي لنفسك بقى. لا أب ولا أخ ولا جار هينفعك. جوزك اللي من نصيبك هو ظهرك وهو سنادك. سعيد سعيد ولا برضه لا. لا يا روحي مش هقدر الليله ولا بكره. امال بابا اخباره ايه؟ قطيعة. الخمرة اللي علمتها له خلصت على بقيته عشان تكمل. طيب سيبني بقى دلوقتي خليني اشوف هعمل ايه.
هاجل الكلام ده لما اشوفك. اسمع بقى، تيجي من البيت بعد الظهر ضروري. ما تخافش، وحامد عنده تفتيش بكره في البلد، مش هيرجع لبيت البلد. جايه لك يا حبيبي، بس انا نمت عبال ما الم الغسيل. هو انا فاضيه الاوضه؟ شو بتلمي هدومك ليه؟ اصل لقيت الحاجه اتبعترت حبتين. ما تسيبنيش يا شوق. الله، ده انا كنت فاكرك بقى خلاص مش عايزني. ده انت بقيتي كل حاجه عندي، كل حاجه عندي. وبعدين بقى خليك يا شوق، انا محتاج لك. انا خايفه ارجع اعيش لوحدي تاني مع بابا. طب بس يا حبيبي ما تقطعش قلبي، انا حصل شو. الو يا سيد، برضه لسه ما جاتليش جوابات من مصر؟ غريبه. طب اسمع، وحياة ابوك ابعت لي حد يحجز لي في اول قطر نازل على مصر. يا صافي اللي بعت اولادي علشانك. لا، انا مش هضيع نفسي علشان واحده قذره زيك. انا هسيبك للشارع اللي اتخلقت علشانه. طارق طارق طارق. اليوم عاد كأن شيئا لم يكن، وبراءة الأطفال في عينيه. يو، هو الراجل سكت ليه؟ ده إنه الآخر عايز له دكتور. لا 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 لا. ايوه ده حرام، هم السبب، ولما نغلط يحاسبونا. لا، ده ظلم، ده ظلم. يحاسبوا نفسهم هم، يحاسبوا نفسهم هم. مالك يا زينب؟ هنفذ كلامك، انا ريحانه، هبني وصبر نفسي. سمير سمير سمير. زينب زينب تعالي. يا خبر اسود. الله، في ايه يا عزم؟ ابني سمير جاله انهيار عصبي. ما لقيتوش دكتور؟ ما قدرتش انزل واسيبه لوحده، واتاخد اديه المستشفى بنفسي. يلا يلا يلا. تفتكر هتفرح حامد؟ ان شاء الله ان شاء الله. ان جيت للحق العلاج في ايدينا احنا. ايوه انا خلاص عرفت غلطتي، عرفت غلطتي. لا حول ولا قوة الا بالله. الحمد لله جيت في وقتك. في ايه؟ بنتك جالها اللي اسمه سعيد من قيمة شوية وركبت معاه التاكسي. سعيد مين؟ قريب الست بتاعتك. معلوش رايحين فين؟ ما قالتش. الحق بقى قبل ما يفوت الأوان. خدي اشربي دول يروقوكي شوية. ده حتى حرام عليكي.
هم السبب، هم السبب. طبعا طبعا. يلا اشربي اشربي. ايوه ايوه ايوه. معلش يا زينب، انا هجيب لك روب من بتوع ماما تلبسيه لحد ما ابعت الفستان يتنضف ويتكوي. احنا ذنبنا ايه؟ امال انا بعمل كده ليه يا زينب؟ انا كمان اتعذبت كتير وانا صغير. ابويا اتجوز من ناحيه، وامي اتجوزت من ناحيه، وفضلوا يسقطوني بينهم زي الكوره. اشربي يا زينب اشربي، وارمي كل حاجه ورا ظهرك. العمر قصير، قصير قوي، والدقيقه الحلوه اللي بنعيشها احسن من السنه غم من اللي بيشوفه. اجيب لك بقى الروب علشان اودي الفستان عند المكوجي. الو 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 بقى، الو. خلاص يا ستي، وديت لك الفستان عند المكوجي وهيجي حالا. مش عايزين يرد. يا شيخ سيبك منهم. يلا بقى حبيبتي انت علشان تستريحي. يلا. حاول على شارع محمد شكري يا اسطى. ايه ده؟ علشان تفوقي بسرعه على بال ما اجيلك الفستان من عند المكوجي. بتعمل ايه؟ انا الظاهر قميصي جاي عليه شويه كبيره بس يعني. زينب، اقعد هناك. انا مطرحي جنبك يا زينب طول العمر. لا سعيد، لا. يا لازم الزفت المكوجي اللي جه. حامد فين زينب؟ زينب مش هنا. الفستان جه يا سعيد. وانا هعمل ايه؟ يا ريتني ما جيت هنا امبارح، يا ريتني ما جيت هنا امبارح. حامد عبد الرؤوف. ما تنسيش يا زينب، تبقي تقولي لوكيل النيابه زي ما فهمتك وتوصي سهير الاخرى. ربنا غمر بالستر يا بنتي. يا دي الفضيحة، انت جننت يا سهير. ايه اللي خلاكي تروحي له؟ انت يا ماما. انا؟
هي دي الحقيقة اللي لازم تعرفيها قبل ما يجي الدور على عزة. سهير، بابا بيقول لك بلاش تقولي لوكيل النيابة انك رحتي لسعيد قبل كده. يعني انت معترف انك قتلته؟ ايوه. ايه سبب القتل؟ ايه سبب القتل؟ علشان بنتك؟ لا لا لا، دي كانت هناك وكانت لابسه الروب دي شامبر. ما شفتهاش الا بعد ما قتلته. مش هي السبب، مش هي. لكن ساعدتك في ارتكاب الجريمه. بقول لك ما شفتهاش الا بعد ما قتلته، يبقى ساعدتني ازاي؟ طب ايه دخلها في الجريمه؟ اتكلم، ده لمصلحتك. ارجوك، انا خلاص اعترفت اني قتلته. بلاش نجيب سيرتها في القضيه، بلاش نجيب سيرتها في القضيه. قول لي يا استاذ فريد، أيوة. ليه بابا ما قالش الحقيقة في التحقيق؟ عشان لو قالها هتيجي سيرتك في المحكمه قدام الناس، وده مش كويس لسمعتك. لكن بالشكل ده القضيه هتخلص بسرعه من غير شوشره ومن غير ما الصحافه تهتم بيها. فهمتي وجهه نظره؟ لكن هو في الحالة دي هيعتبر انه تجاوز حد الدفاع الشرعي والعقوبة تبقى كبيرة. طب لو قال الحقيقة، يعني لو المحكمة عرفت انه جاي علشاني انا؟ في الحالة دي الوضع هيختلف. هيبقى ضابط المجني عليه متلبس بجريمة الشروع في الاعتداء على عفاف بنته. الحكم هيبقى مخفف، 2 3 ويمكن سنة مع ايقاف التنفيذ. الجلسة ابتدت يا فريد، اتفضل. وعلى الرغم من امتناع المتهم عن ذكر الدوافع الحقيقية للقتل، إلا أن النيابة تكتفي باعترافه بجريمته، والاعتراف سيد الأدلة. والنيابة مصممة على تطبيق مواد الاتهام وتطالب بتوقيع أقصى العقوبة عليه حتى يكون عبرة لغيره ممن يستهينون بأرواح الناس. وما جزاء القاتل إلا الإعدام. دفاعي يتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، في الواقع أنا في موقف دقيق. فالمتهم معترف بالجريمة ومصمم على عدم ذكر الأسباب التي دفعته إلى ارتكابها. القضية رقم 276 جنايات لسنة 63 حكمت المحكمة حضوريا على المتهم حامد عبد الرؤوف في السجن 2 مع الشغل والنفاذ. سامحني يا ابني. بابا، أنا راجع البيت. كتر خيرك يا علي، خلي بالك من أختك.
يلا. لمن تدق الأجراس؟ للآباء، للأمهات، للناس، أم لهؤلاء الصغار الذين يسيرون بخطى مرتعشة وسط دوامة الحياة؟